السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة فيديو مسائي كده جميل، هيحفزكم قوي وهينشطكم كمان في البرد اللي احنا فيه ده. اولا اللي ما عرفنيش، انا زهرة هيدو، يا ريت اللي ما اشتركش في قناتي يشترك، وما تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس، لاني بشوف اني ما فيش اشعارات يمكن بتوصل لناس كتير قوي يعني. فبرحب بكم جميعا في قناتي، اهلا وسهلا والله على راسي من فوق. اولا انا قبل ما اعمل اي حاجه في المطبخ او بجهز مثلا لاكله هعملها بكره ولا حاجه، بحب اغسل البوتاجاز اول حاجه قبل ما اغسل المواعين. بس دلوقتي كان معايا شويه كشري كده في حله، فلا عايز ياكل بقى جعان في وسط الليل كده، هو من قبل العشاء يعني. فقلت كويس عشان نخلص منه. يعني الواحد ما بيعمل حاجه وتقعد شويه بيبقى متضايق، لانه حاسس لو قعدت شويه بكره مثلا مش هتنفع تتاكل او ميبقاش طعمها حلو. ففي ظل هذه الأزمة الاقتصادية مش عايزين نرمي أي حاجة، وحرام نرمي أي حاجة يعني. فبحاول والله على قد ما أقدر إيه أظبط الدنيا يعني، أأكلها لهم بالإكراه. تمام، أو أطبخ على كدي شوية يعني، أقلل كمية الأكل عشان ما تقعدش. تمام. أنا أول حاجة ابتديت بيها البوتاجاز. قبل أي حاجة البوتاجاز بحس إنه ارتحت منه لما يكون نضيف ومغسول كده. المواعين مش كتير قوي، بس برضو ايه مش عايزه اخلي اي حاجه عشان اجهز حاجات بسيطه كده معايا، مثلا خضار عايز يتغسل. آه اللهم صل على سيدنا محمد. مش عارفه ايه تاني، بس صلوا بينا على النبي وهنشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. هو فيديو جميل والله، وهيحفزكم قوي لان هعمل فيه كذا حاجه. اولا هخلي الليفت، وكمان هعمل فيه يعني هعملكم اكله في الليل كده بالبطاطس، ما بتاخدش زيت ولا هي مقليه ولا هي مسلوقه يعني. هحطها يا تحطها في الفرن، يا اما لو عندكم ميكرويف بنحطها في الميكرويف، بس هعملها بطريقه ان شاء الله جميله هتعجبكم. برضو عندي مثلا اي حاجه فاضيه عني بالخضار، مثلا لو عندنا كزبره شمار بقدونس، بدل ما نحطها في الفريزر هقولكم على طريقه افضل بكتير وهتكون ناجحه قوي. كملوا معايا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. انا كده خلصت البوتاجاز الحمد لله، هو على المشي مش مستاهل حاجه. الكوبايه دي شفتها قالت لي عليها اختي، قالت لي انا عارفاك بتحب الحاجات يعني العاديه او بتاعت زمان، فلقيتها في محل عجبتني قوي قوي. جيش يعني مش لازم اشرب فيها، بس انا جايباها كده كديكور. والبتاع ده الحامل المعالق ده برضو عجبني قوي، لقيت سعره مناسب فاشتريته. مش عارفه احط فيه ايه، بس انا ما بحبش احط المعالق او ملاعق يعني على الرخامه، مش عارفه، بس هو عجبني المنظر. ممكن احط فيه ورد، ممكن احط فيه اي حاجه تاني، هشوف يعني. ودلوقتي بقى على المواعين. والله ما تصدقوش ان انا يعني جاي ما عايزه اعمل فيديو كده، بس اللي شجعني اقوم اغسل مواعين، اتفرجت على واحده بتغسل مواعين، حسيت ان ايدي بتاكلني. والله العظيم جريت على طول، وحاسه المواعين دي جميله انا وبغسلها. يعني متخيلوش الفيديوهات دي بتحفز قد ايه يعني. ده الافاده الوحيده اللي فيها، اني بشجعكم بس انكم تنظفوا او تغسلوا او كده. ده الثواب اللي هي بتعمله يعني. فان شاء الله كده نشجع بعض ونحفز بعض، وتقوموا يلا تغسلوا مواعين او ما تخلوهاش تكبى كتيره يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في ناس من دلوقتي يا جماعة ملاحظة انها بتعمل فيديوهات لرمضان، يعني تجهيزات رمضان وكده. احس انه لسه الوقت بدري، ولا انتوا رأيكم ايه؟ احس الوقت بدري قوي يعني، والواحد مش ضامن ايه هيجرى في الايام اللي جاية كاسعار وكغلاء. والله مش هتصدقوني لو قلت لكم يعني عايزة اشتري مثلا لحمة، عايزة اشتري فراخ، والله انا وماشية يعني. لقيت الدنيا فاضية على فكرة، محدش بيقف كتير على يشتري في الأزمة دي حاليا يعني. تحس الناس متضايقة من الأسعار، فأنا كسفت إن أقف أشتري. وحسيت إنه لأ، إحنا لازم كلنا نشجع بعض، وإن من يعني ما نساعدش الناس اللي بتغلي على الفاضي دي تغلي، حتى لو مش بإيديها. بس يعني حسيت إنه شعور إنساني. أنا ما رضيتش أشتري، والله ما رضيت أشتري، واشتريت تاني يوم مش عارفة ليه. بس اتكسفت أقف أشتري. ايه الازمه دي، وايه يعني هتروح بينا على فين، مش عارفه. فالله المستعان وربنا يصبرنا ان شاء الله. بس انا كنت بقول ايه يا جماعه. انا خلصت كده يا مش خلصت، بس انا هديكم كده حاجه جميله. حلوه الحركه دي قوي قوي اهي. خلص. شوفي منظر الحوض هو فاضي، منظر والله فظيع، بس ما بيقعدش كتير. تمام. انا كده بس يعني هلم المواعين اشيلها في مكانها.
شايفين الطبق ده عجبني قوي قوي زي طبقة زمان يا جماعة، اللي هو الجيشاني ما بعرفش بيطلق على الصاج ولا على الصيني، بنتهيلي على الصيني. مش عارفة، بس هو زي طباقة زمان خالص اللي بتبقى فيها وردة خفيفة على الجنب، وانا لقيتها في سادة عند واحد في الاقصر في محل يعني، فعجبتني قوي 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 فوق ما تتخيلوا، وندمت ان ما جبتش الاربعة، بس فحاول اشوف لو عنده تاني اجيب لي طبقين تلاتة كده ولا حاجة. في حاجات ما بتلاقوهاش الا صدفة كده، وما تتخيلوش ان لسه موجودة اصلا، بالذات الحاجات القديمة دي اللي فيها الخير والبركة. تمام، انا كده خلصت لم مواعين، بحاول على قد ما اقدر والله، على قد ما اقدر ما اخليش ولا حاجه على الرخامه، والفتره دي متضايقه يعني، كل ما ارتب وانظم كل شويه ايدي في المطبخ، وبرضو كراكيب كراكيب. فاكتشفت اني من كتر ما العيال بيدخلوا على فكره في المطبخ، وتسيبيهم يعملوا اندومي، وتسيبوهم يعملوا مثلا ده عايز عصير يعمل لنفسه، ده عايز مش عارفه ايه يعمل لنفسه، فتحسوا صح الدنيا بتكركب. لكن لو احنا بس اللي واقفين في المطبخ مش هيبقى معكوك كده او بيبقى زحمه كده. بس بعد ما خلصت ايوه بقى واقول انا معايا حاجه شغلانه حلوه عايز تتعمل. معايا لفت، انا كنت خليت معاكم لفت في فيديو قبل كده كان تحفه برضو، فخلص ما شاء الله، فاحنا ايه جبنا تاني بقى. جاب لي حمايه والله شويه دول، وقال لي اعمليهم كويس وكده، فانا عجبوني قوي وخللتهم، واكتشفت اني ما تحطوش ليهم بنجر ولا حاجه، هو لونهم كده حلو. لان الفيديو اللي قبل كده كنت مقشراه فيه يعني، بقشره بالسكينه وكده، وما عرفتش اخلي اللون ده ولا اشيله، فلا انا غسلته بس كويس خالص بالليفه بتاعه الخضار يعني، وشرحته برضو تشريحه عاديه، وسبت اللون الموف ده، فهو اللون ده لون بعد كده، وهشوف في اخر الفيديو شكل المخلل اللفت قبل ما يستوي، كان خد يمكن 3 ايام 4، فاللون ما شاء الله بيسرح وحديه وطلع جميل جدا. يعني ما تحطوش في مخلل اللفت الا بس ملح، ملح وميه بس، ولا خل ولا بنجر ولا اي حاجه، ده افضل بكتير. يعني بصوا ما يكون الحوض معايا واسع ونضيف وكده، فبيشجعني اغسل حاجات كتير. فبعد ما خلصت المهم البنجر ده او لفت مش بنجر، عندي مثلا طبيخة هطبخ بكرة، فانا قلت ايه اظبط بقى الخضار من بالليل، يعني بدل ما بكرة اغسل بقى السبانخ مثلا او كده، فقلت لا اعمل الخضار من بالليل. وده البنجر بقطعه تقطيع عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه، بسيط جدا يعني، ولقيت انه مسلي والله. وطول ما انا واقفه في المطبخ مثلا بعمل حاجه، تلاقوني افتكرت مثلا جيت خس في التلاجة عايز يتغسل، او ما كانش في التلاجة بس يعني عايز يتغسل، غسلته شلته. زي ما قلت لكم سبانخ برضو قبل ما تتحط في التلاجة نجيتها وغسلتها. كان عندي طماطم مثلا وعايزه اعمل مثلا اكل بالليل، يعني طول ما عملت في الخلاط طماطم، فلا اعمل حساب ان بكره بدل ما اشغل الخلاط تاني، لا اخلطها بالمره، احطها في علبه، احطها في التلاجة، فده بيوفر معايا وقت لبكره يعني. بعمل بطبخ مثلا بس بسوي اللحمه وبعمل البصله، بيبقى الموضوع اسهل بكتير، والمواعين بتبقى نظيفه، بيبقى الموضوع اسهل بكتير فعلا يعني.
سبت لكم الابتهال زي ما هو كده. ساعات كتير ببقى في المطبخ وشغاله مع نفسي، بحب حاجه تلهيني، فكتير بشغل صراحه افلام كلاسيك وما ببقاش بص عليها اصلا، بس اسمع اي كلام يعني او اذاعه، اي حاجه. فحسيت انه الابتهال، الله انا بحب الابتهال جدا جدا جدا. ف ومش اي حد يعني، انا مشكلتي لما بمسك في حد ما بعرفش اغير يعني، سواء قران، اللهم صل على سيدنا محمد. بحب اسمع محمد صديق المنشاوي بس، او العفاسي. بس احس انهم هاديين جدا، ببقى مبسوطه انا وبنام مثلا بسمعهم. لكن لو حد سريع كده ما بعرفش اسمع، احس انه يعني بيوترني شويه. فالابتهال برضو في نقشبندي طبعا، بس بحب نصر الدين طبار اكتر بكتير. فايه، فساعات بشغل الحاجات دي بتلهيني شويه، وبرضو بقول معاها شويه. انا كده زي ما شفتوا خلصت الليفت ده، وكان فاضل شويه بس، يعني هحاول احطهم برضو في العلب تاني. حطيت له ميه بملح بس، وهو بعد ما يقعد شويه بتحسوه بيرفع لفوق فبيشيل تاني. انا بصوا شايلته كله اللي كان في العلبه. بس وجاء الدور بقى على ايه الحلوين دول، سبانخ، ومعاها لازم كزبره وشمار، كزبره خضراء وشمار يعني. فانا بعمل ايه بقى الفتره اللي فاتت دي، برضو عملت اشتريت مثلا كزبرة كتير قوي، بحب ريحة الكزبرة الخضراء بشكل فظيع. فاشتريت كزبرة وشمار وقلت اجففهم، لانه لو تلاحظوا لما عايزين تجمدوهم او تشيلوهم في الفريزر، يعني هو الموسم ده بتاعهم دلوقتي، فكتير قوي ورخيص قوي. فلو عايزين تحطوهم في الفريزر تحسهم بيضلموا، ما تحطوهم في المحشي احسهم يسودوا شويه. في ناس قالت على فكرة ان ممكن يعني تديهم اقل من نص سلقة، وتحفظوهم بالمية بتاعت السلق، ده بيخليهم لونهم اخضر. ولما بتعوزوا تحطوهم مثلا في الاكل بتصفوهم بس بالمصفى، يعني بيصفوا المية منهم، بيجبوا لونهم زي كأنه لسه معمول يعني. لكن انا عندي اختراع تاني، انا ما اخترعتهوش يعني، صدفة كنت منجية كتير كزبرة خضرة وكده وغسلاها، فنشفتها، وعلى المروحة ما تنشفهاش في الشمس تبقى لونها اصفر يعني. وعلى المروحه نشفتها، ورحت اول ما نشفت كده حسيت ريحتها جميله وقاعده زي ما هي خضره. وعلى فكره بتدخل في التوابل قوي يعني، بتبل بيها الفراخ. يعني تلاحظوا لو كلتوا في اي تشيكن بروست اي محل تلاقوا فيه خضار خفيف كده، مش بتاع مرقه ولا حاجه، ده بتاع الكزبره الخضراء والشمار، حتت صغيره بيبقى مطحون قوي زي الكمون كده، اللون بتاعه بيبقى في الاخر لما بيتطحن. فالمهم حسيت انه فرق معايا قوي في الطعم. اتحفظ. وفكرته جاتني برضو من الملوخيه الناشفه، ما احنا بنغسل الباقي مثلا لو عملنا ملوخيه خضراء والباقي بننشفه. فانا كنت بحطه في الصيف على يعني فوق دولاب، بيبقى المروحه شغاله، بياخد يومين بالظبط، واجي فركاه ناعم حطه في علبه. لكن الدنيا عشان شتا دلوقتي، وانا كنت مشتريه كميه كتيره، يعني غسلتها كويس من الطين كويس خالص، وبعد كده ايه حطيتها على يعني قماشة وعلى كرتونة، وشغلت عليها مروحة مثلا في أوضة مش بدخلها أو في حتة مش بدخلها. فبالعصب بتاعه ما بينشفش بسرعة بالذات في الشتاء، بس الورقة بتنشف والعصب بيقعد. فبعد كده هشوفه برضو في آخر الفيديو، هيكون معايا كمية حلوة يعني، هفركها واشيل العصب على جنب، ده أسهل بالنسبة لنا. أما دلوقتي أنا السبانخ غسلتها كويس خالص خالص يعني، كذا 3 4 مرات كده، وهركنها وانشفها واشيلها على جنب عشان ايه الطبيخ. اما دلوقتي انا ايه هنجي زي ما شايفين الشمار ده او الشبت والكزبره الخضراء. برضو ممكن نعمل الموضوع ده في البقدونس، بيبقى حلو قوي. انا هنجيهم الاول وهغسلهم وانشفهم. يعني عندي اللي هي ايه العلبة بنشف الخضار دي، نفعتني قوي والله في الخس وفي الجرجير والكلام ده، بتحسوا زي مصفة خضار. فهشوفوها دلوقتي معايا برضو كويسة قوي، ما بتخليش الحاجة فيها مية. بس فانا بوريكم ان لما كمان بتتنجى الكزبرة الخضراء والشمار بتبقى بتنشف اسرع. يعني بحطها على صينية، على منديل ولا حاجة، على قماشة، وتحطوها فوق دولاب وتشغلوا المروحة عليها، بتقعد شوية وبعد كده تنشف، بالذات في الشتاء عشان الوقت يعني. بس انا كده خلصت، هغسلها كويس خالص برضو وهنشفها، وبعد كده هتشوفوا هنعمل ايه فيها.
ادي المصفى، بحط فيها سبانخ، هقفلها كويس وايه هلفها بس لفه يعني كام لفه كده، تلاقوا الميه نزلت تحت في العلبه نفسها. فهي كويسه خالص، بتنشف الخضار قوي قوي يعني. فايه نشفت معايا الكزبره الخضراء والشمار. انا هنشف شويه عشان حسيتهم كتار شويه على كتار قوي على السبانخ اللي عندي، فهنشف شويه على صينيه، والباقي هخليه للطبيخ، هخليه للسبانخ يعني. كمان هو طبعا بيقل قوي لما بتنشف، الحاجة بتبقى قليلة جدا بس مركزة، فأحسن ما نخسرها أو نرميها أو تبوظ معانا في التجميد. أما دلوقتي بقى أنا بعد ما خلصت كل حاجة ونظمت الدنيا والمطبخ معايا زي الفل، فعايزين نتعشى. بعمل الأكلة دي فقلت تشوفوها معايا. مش بطاطس مقلية ولا بطاطس مسلوقة، وما بتاخدش زيت نهائي، بس بعملها دايما في الفرن او في الميكروويف. فاللي عنده ميكروويف بتستوي اسرع بكتير، كمان لو ميكروويف كمان في شوايه زي بتاعي كده. في الفرن بتاخد شويه وقت اكتر، يعني ممكن تاخد نص ساعه واكتر شويه. فانا بقطعها، عارفين مش ممكن تبقى زي البطاطس المقليه يعني شرايح او اصابع يعني، او انا بعملها مربعات بحيث بتستوي اسرع معايا. فبعمل ايه بقى؟ بقطع بطاطستين كبار وبحط عليهم شوية زيت مش كتير، قليلين جدا، وعليهم شوية فلفل اسود وملح وشوية توم قليلة جدا برضه عشان متبقاش طعمها اوفر، وفي نفس الوقت تديها ريحة حلوة قوي. ف... فهي ابسط يعني ابسط اكله واختراع والله، وجميله ما حدش كلها الا ما عجبته يعني. وكل شويه بعمل يعني تقريبا كل كام يوم بعملها على العشاء لازم. تنفع برضو لو انتوا عاملين فراخ مشوية ومش عاملين طبيخ مثلا ولا حاجة، مع عيش مع رز تنفع يعني. تمام. انا ممكن احط عليها زعتر، كنت زمان بحط عليها زعتر، لكن دلوقتي لا، مش كله بيحب الزعتر، فبحط بس فلفل اسود. اما ده التوم بحط حته صغيره خالص، نص الجرس اللي انتوا شايفينه ده. انا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعمل معاكم تفريز توم، لان الفيديو كان طويل قوي ما عرفتش احط فيه مقطع التوم ده. جبت كميه توم كبيره يعني، وهفصصها وايه وافرمها واشيلها بقى. دي هتقعد مش ان شاء الله لحد بعد رمضان يعني، كميه حلوه باذن الله. تمام. زي ما شفتوا حته توم قليله جدا، وبفركها بايديا كده، وبعد كده على الميكرويف. اهي بعد ما قعدت في الميكرويف حوالي 10 دقايق كأنها مسلوقة وجميلة، ممكن تاكل على كده يعني، استوت. انا عملت لها اختبار ما شاء الله اتهرت يعني. فالميكرويف ده اختراع، انا بحسه افضل من الفرن الكهرباء بكتير. ودي بتاعت الشواية، ادي الميكرويف بحط الشبكة بتاعته وبحط ولع عليه من فوق بس الشواية. برضو ما حمرتوش قوي، بس بيجي جميل وذهبي ودايبة في البوج، والله ما تتخيلوا طعمها لذيذ ازاي وبسيطة ازاي. اتمنى انها تعجبكم باذن الله. متنسوش يا حلوين اللايك والاشتراك في القناة. هبقى مبسوطة قوي باشتراكاتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم اكيد يعني، ما تنسونيش. ده بعديها تاني يوم تقريبا كنت ايه، كانت عندي الكزبرة الخضرة دي عايزة ايه تتهوى شوية اكتر. ما اكون مثلا بعمل حاجة وعندي الصالة فاضية بنشفها على المروحة وافتح البرندة واخليها ايه براحتها يعني، تنشف براحتها، تاخدش وقت كتير. اما الكميه اللي انتوا شايفينها دي كميه كتير على فكره. الكزبره الخضراء دي كميه حوالي بكام يعني، مش عارفه، هي ب15 جنيه، بس كانت يمكن 10 ربطات باينين كتار قوي. فانا نشفتهم وزي ما شفتوا بفركهم كده، بطلع بس العصب بتاعهم لانه بيبقى طري، عشان بس الدنيا شتاء. خد معايا حوالي 5 ايام كده ولا اكتر ونشف معايا. فانا بفركه قوي بيبقى زي الملوخيه الناشفه، وبشيله بعد كده. فدي فكره حلوه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.
وكده بعبيها ببطلمانات واخليها موجودة عندي، بتنفعني في الازمات. يعني انا بحاول اجيب دايما الفريش احلى، واكيد طعمها وريحتها بتبقى افضل، لكن دي البديل التاني للفريش. واخيرا يا حلوين، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا باي فكرة النهاردة، او الفيديو كان مشجع ومحفز ليكم. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات تاني. ما تنسونيش، انا زهرة هدو. بس قبل ما اقفل معاكم حبيت اوريكم اللفت بعد ما خلاص خلص، كان خلاص قرب يستوي، وزي ما شايفين اللون بتاعه تحفة كده، قلت اوريه لكم. يلا اشوفكم على خير يا رب، ومع الف سلامة.